واللاك سونترال ما يقدرش. نعم. منهم افضل اللاعبين في هذه المباراه؟ اعطي لي افضل 3 لاعبين. انا ليا كاين بن سبعيني بالنسبه لي رجل المباراه. نعم. افضل لاعب في اللقاء. كان ايضا ايت نوري اللي كان قدم 80 دقيقه قبل خروجه في المستوى. واللاعب اللي دخل وسجل اللي هو اللي دخل كان ثالث افضل تنقيط. فوزي. بن سبعيني، ايت نوري، مازا. بن جابر. أنا شفت أيت نوري قدم مباراة على مستوى. بن سبعيني واحدة من أحسن المباريات اللي شاهدته فيها خصوصا في الشوط الثاني. مازا أحسن لاعب. مازا أكيد. مازا دوكا راه أور نورم أور كاتيجوري في المنتخب الوطني الجزائري، ما تقدرش تكلم. قال لك أعطيني 3 لاعب اللي يستلم الكرة دائما نحو الأمام ولو كان محاط ب3 لاعبين، لاعب اللي دائما يروح فير لافون ويدير لك هذيك الإضافة، لاعب اللي ما يخافش، لاعب اللي اليوم فعل كل شيء. فعل كل شيء. كان عندنا مهاجم شغل أكثر جودة شوية برك، مازا يتكي عليه يدير العجب. واحد كيما هالوند، واحد طويل هكذاك مليح ما شاء الله. لا اليوم يعطيهم الصحة كامل والله. غير حتى زروقي محمد دار بصح ارتكب خطأ كارثي صح، على بالك استرجع الكثير من الكرات باش ما نهضموش حقه. تعاود تشوف المباراة زروقي استرجع الكثير من الكرات وكان جيد جدا في الضغط العكسي، دائما تلقاه حاضر ويسترجع الكرة. زروقي في غلط. المشكل تاعو انه انت شغل واحد يعطيك 100,000 ومن بعد يخبطك في 10 ملايين. هكذا صارت النماذج. محمد احنا نتمنوا انه يقضي على هذا الديشي هذايا خصوصا في مناطقنا. لو كان دارنا هذه التمريره الخاطئه في الثلث الاخير من الملعب تاع المنافس عادي داوها وطلعوه والله غير عادي. انا نظن في الثلث الاخير زروقي في اللقطه هذيك يعني هو عنده يعني كما نقول لاعب اكاديميك عنده مستوى في هذيك اللقطه كما نقول لك دو لادفيرسال ما على بالكش مع راك تلعب باش تكون اللعب تاعك باش تكون الكره يعني باينه باش كما نقولوا اسير لاسيونس هي لا ريميس. كان مقابله بن سبعيني ومالدي دو لادفيرسال مانيش نشوف شكون بن شابر ولا فوزي. راهي شوف انا جاتني الكره كي ندير لا ريميز البن شابر شكون اللي يولي فاسو جو؟ بن شابر اللي يولي فاسو جو هو اللي راه يشوف اللعب. تسمى هو جاتو الكره سون فوار الى في لا ديفياسيون تسمى طاحت عند الخصم. هو انا نظن شاف محرز ومحرز ما كانش ينتظر بلي يعطي له الكره في هذيك اللقطه. انا نظن في هذا الشيء ربما يتعاقب مع النخب الوطني. لماذا؟ باسكو فوق غلطه وين تلقينا هدف.